السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ متابعين قناة تلتشة كرة في كل مكان. طبعا النهاردة كلنا كنا بنتفرج على مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري. مليون مبروك لفوز النادي الاهلي. مباراة الصراحة قوية جدا جدا بين الفرقتين، بين الاهلي والزمالك. من زمان قوي ما شفناش ماتشات القمة بالقوة ديت. النادي الاهلي كان عنده اصرار كبير قوي ان هو يكسب الماتش ده. ليه؟ بسبب ان هو خسر المباراة نهائي كأس السوبر الافريقي من نفس الفريق اللي هو النادي الزمالك، فكان عنده اصرار كبير ان هو ينتقم وان هو يرد كرامته بعد الهزيمة من الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية. اما نادي الزمالك كان عايز برضو ان هو يؤكد تفوقه على النادي الاهلي. عشان كده الماتش طلع بالقوة والحماس والروح اللي انتوا شفتوها بين الفرقتين النهاردة. الاهلي بدأ المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي واكرم توفيق ورام ربيعة ويحيى عطية الله وياسر ابراهيم. يحيى عطية الله صراحة قدم مباراة كبيرة وخيل سلف لعلي معلول. وكان في نص الملعب مروان عطية واحمد نبيل كوكا طاهر محمد طاهر حسين الشحات، وقدامهم وسام ابو علي وامام عاشور. اما نادي الزمالك كان بادئ بمحمد عواد وحسام عبد المجيد محمود بن دايك حمزة المسلوسي عمر جابر محمد شحاتة احمد زايد زيزو ناصر ماهر عبد الله السعيد زياد جمال سيف الدين الجزيري. الصراحة النهاردة عجبني في الماتش قوي حسام عبد المجيد مدافع نادي الزمالك. النهاردة قدم اقوى ماتشات ليه مع نادي الزمالك. يعني حسام عبد المجيد بتفرج عليه بقالي فترة كبيرة، النهاردة من أحسن ماتشات بجد اللي هو أداها دفاعيا مع نادي الزمالك. كان قافل خط الدفاع كله قدام الأهلي. يعني أتمنى إن هو يستمر على المستوى ده ويطور من نفسه أكتر، لأن للأسف كتير قوي من اللعيبة في مصر ما بتطورش من نفسها. يقول لك خلاص أنا كده كويس الجمهور فرحان بيا. لا، لازم اللاعب أي حتى في أي رياضة اللاعب يطور من نفسه. نادي الزمالك النهارده يعني كان بادئ الشوط الاولاني تحس ان هو خايف، مش لاقي نفسه في نص الملعب خالص. المباراة كانت كبيرة قوي على زياد جمال. طبعا التغييرة اللي عملها مدرب الزمالك جوميز بخروج زياد جمال كانت تغييرة صحيحة جدا. الزمالك اتحسن بعد خروج زياد جمال. نزل مكانه الصراحة، يعني ميشيلاك دوت بصراحة مش مقتنع بيه تماما. مفيش، كل كرة بياخدها ما بيعرفش يتصرف بيها، بيلعبها اي كلام. معرفش الصراحة يعني مين اللي اتعاقد معاه او مين اللي فكر يجيبه او على اي اساس. طب انت شفت فيديوهات ليه؟ هل هو مستواه احسن من كده ولا ده مجرد بداية وخلاص؟ الله اعلم. لكن الصراحة الماتش دوت والماتش اللي فات بتاع السوبر الافريقي ما اقتنعتش تماما بمستوى ميشيلاك آه لاعب الزمالك كورنارد ميشيلاك. ما اقتنعش خالص بمستواه. محمد شحاتة في نص الملعب افضل بكتير من هو ان هو يلعب باك يمين. صح، محمد شحاتة مستقبل كرة القدم في مصر، مستقبل منتخب مصر، لعيبة عالي جدا. اتمنى ان هو يحافظ على نفسه. والصراحة بتمنى ان هو يحترف، لان الدوري المصري زي ما انتم عارفين طبعا النظام فيه مش حلو. بتمنى ان هو اي نجم اي لاعب شاب مستواه عالي يطلع بره. يعني اللي عمله امام عاشور ان هو حط رجليه بره في اوروبا ورجع تاني مصر، يعني ده صراحه بعتبرها خطوه غير موفقه تماما لاي لاعب مصري ان هو يعمل كده. عجبني اول تصريح عمر مرموش قبل كده، قال لك انا مش هرجع مصر. ده الصح. ان الانديه بره في اوروبا بيطوروا دايما في اللاعب، بيحسنوا منه، بيديله فرصة ان هو يطور من نفسه. لكن الكرة الصراحة في مصر عكس كده تماما. النقطة اللي حابب اتكلم فيها صفحات التواصل الاجتماعي اللي منتشرة على السوشيال ميديا خصوصا الفيسبوك من بعد 2011. في ناس كتير قوي يا جماعة على النت وبتستغل اي احداث في الكورة، طبعا خصوصا لما يكون الاهلي والزمالك. بينزلوا منشورات او بوستات يعني
بتثير الجمهورين وبتعمل فتنة بينهم، والغرض من كده ان هو ادمن الصفحة عايز يكسب تعليقات ولايكات وتفاعلات عشان صفحته تكبر. طب صفحتك تكبر من خلال إثارة الفتنة ما بين الجمهورين. انت عارف يعني ايه كلمة فتنة؟ يعني الناس اللي بتعمل الحركة ديت للأسف منتشرة قوي والناس بتمشي وراهم. يعني ده ماتش، ده مجرد ماتش كورة، رياضة نفرح بيها، بنتفرج عليها، بنستمتع بيها. انت عارفين يا جماعة يعني ايه فتنة؟ اصل الفتنة ديت انواع، لها طرق كتيرة تعمل فتنة ما بين الناس، منها السوشيال ميديا للأسف بقت مستغلة بطريقة سيئة جدا، خصوصا في مصر، في كرة القدم في مصر. انت عارف يعني ايه فتنة؟ يعني ادمن الصفحة اللي انت بتنزل منشور عشان تعمل فتنة بين الجمهورين، وده يشتم في ده وده يخش يشتم في ده. انت بتقرا قرآن؟ عارف يعني ايه فتنة؟ عارف عقوبة عند ربنا ايه؟ انت قد اللي انت كاتبه او قد حسابه عند ربنا. اتمنى ان اللي ماسكين الصفحات الكبيرة على السوشيال ميديا يراعوا كل كلمة بيكتبوها. طبعا الشيكابالا طلع ضربة الجزاء، الحفلة دلوقتي معمولة عليه بتريقة وتنمر. كل طبعا الصفحات هتقعد تنزل عشان الجمهورين يخشوا يشتموا في بعض ويكسبوا، وقت من الصفحة يكسب تعليقات وكومنتات ولايكات وتفاعلات من بغرض ان هو يوقع ما بين الجمهورين. وقعت بين الجمهورين، انا كده كسبت تعليقات خلاص. لكن انت بقى عند ربنا ايه؟ انت كده عملت فتنة، وانتوا عارفين كويس يعني ايه فتنة. اقروا القرآن كويس وانت تعرفوا يعني ايه فتنة. بتمنى ان شاء الله الموسم الجديد في الدوري المصري يكون يعني يكون منظم، ما يبقاش فيه تأجيلات. اللعيبة تظهر بمستوى لائق للكرة المصرية. المعلقين، الصوت التحليلي، القنوات الرياضية المصرية اتمنى يكون محايدين بدرجة كبيرة جدا. بشكركم جدا على المتابعة. لو انت اول مرة تتفرج علينا يا ريت تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل فيديوهاتنا، واتمنى ان الفيديو يعجبك. وقول لنا في التعليقات ايه رأيك في مباراة الاهلي والزمالك، ومين هو افضل لاعب في المباراة. بشكركم جدا.